الوصول إلى الإنجاز الرياضي ليس بالأمر السهل، فهو يحتاج إلى نقاط عديدة يجب توفرها في كل الفعاليات، من حيث التواصل بالتدريبات وتوفير المستلزمات الخاصة بكل رياضة والتوسع في الخبرة وبذل الجهود فيها يعطي في المحصلة الأخيرة نتائج مثمرة. هذه النقاط لمسناها وكشفناها عند فريق الدراجات النسوي الذي يواصل مرانه اليومي بشكل عال ومكثف لمسك الغاية المنشودة، وهو الحصول على ألقاب جديدة لهن في مشاركاتهن الداخلية والخارجية التي ستكون على الأبواب. وهي اكو هي بطولة يعني داخلية ان شاء الله بالشمال، وهذا اخر دوري للبنات، وهم يعني نشاطات وخوش يعني انجازات ذابات نفسنا على التمرين، ويعني نحتاج دعم اكثر يعني من الاتحاد، ونحتاج دعم يعني من الرياضة أكثر شيء، وهذا يعني هو هذا آخر دوري، إن شاء الله إن شاء الله الأول، إن شاء الله يطلعون الأول. اكو بطولتين، اكو بطولة المضمار العربية اللي حصير بالإمارات، وبطولة بالأردن إن شاء الله. وبهذا الفريق اللي أنت تشوفه هسه قدامك، وهاي استعداداتنا البسيطة اللي إحنا انسحبنا 2 لاعبات من عندنا للمنتخب الوطني، وإن شاء الله إحنا نشوفونا بالإمارات لو بالأردن. اللاعبات طالبنا اتحادهن بضرورة الاهتمام بهن أكثر من أجل عبور كل الحواجز التي تقف حجر عثرة أمامهن. حبهن لهذه الرياضة يدفعهن للعمل بالإمكانيات البسيطة المتوفرة أمامهن من أجل فتح أبواب جديدة تخدم رياضتهن خاصة والرياضة العراقية بوجه عام. كما ولا ننسى بأن الأعراف الاجتماعية تشكل عائقا أيضا في الشروع والتوسع أكثر بهذه الرياضة. والله أتمنى من الاتحاد يعين على حالنا ودعم، ما نريد احنا عالي بس نريدهم دائما يحسون انه اكو لاعب يريد يوصل، بس محتاج دعمهم، محتاج مساندتهم، محتاج حتى لو مجرد مشاركة حلوة بسيطة، يجوا ويشوف شنو احتياجاتهم، سؤال بسيط شنو تطلبوا شنو اللي تريدوه، احنا موجودين لكم، هذا كله ما شايفيه احنا. علاقتهن الحميمة والكبيرة واندفاعهن بهذه الرياضة جعلهن يتسارعن بعجلات دراجاتهن من أجل الوصول إلى خط النهاية السعيد في كل بطولة التي توصلهن إلى مسك الإنجاز المرادي منهن. زيد غالب، العراقية الرياضية، بغداد.